مرحبا في هذا الفيديو المثير الذي يكشف لك أسرار عالم كلاب الصيد. إنها مخلوقات لا تقل إثارة وذكاء عن شركائنا البشر، وخلف كل كلب صيد يكمن عالم مذهل يستحق الاستكشاف. سنستعرض معا 10 حقائق مدهشة حول قدراتها الفريدة، وكيف تاريخها يتداخل مع تطور الحضارة البشرية. ترقبوا لتفاجأوا بمدى التفاني والتعاون الذي تقدمه هذه الكائنات في عالم الصيد، وكيف تمثل رمزا للولاء والصداقة في قلوبنا. نتمنى أن تستمتعوا بالفيديو. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة للمزيد من المحتوى المثير. دعمكم يعني لنا الكثير. الكلاب صديقة للإنسان منذ الزمن القديم. تعيش الكلاب والناس في علاقة قديمة منذ آلاف السنين. كانت الكلاب صديقة للإنسان، يستخدمها في رعي الأغنام لحماية القطيع، كما تساعده في الصيد وتحرس البيوت والناس أيضا. قام الإنسان بتدريب الحيوانات على كثير من المهام، ومنها الصيد والحراسة. الكلاب في الثقافات القديمة. عرف الصينيون القدماء الكلاب كرفاق للصيد. أما في مصر القديمة فقد كانت للكلاب أهمية كبيرة، وكانت غالبا ما يتم تحنيطها ودفنها مع أصحابها. في قبر الفرعون القديم رمسيس توجد لوحات له مع كلاب الصيد، كما قدر الإغريق القدماء الكلاب، إلى حد أن سقراط ادعى أن الكلاب هي فلاسفة حقيقيون. كما احتفظ الرومان القدماء بالكلاب كحيوانات للصيد وحراسة الحيوانات. أنواع كلاب الصيد. تشمل الفئات الرئيسية لكلاب الصيد: كلاب الكلاب الألمانية، الكلاب من نوع كور، والكلاب غان. يمكن إجراء المزيد من التصنيفات بين هذه الفئات بناء على مهارات الكلاب وقدراتها. هناك أيضا أنواع مشهورة عالميا من كلاب الصيد، وهي الكلب الذئب وكلب الماستيف وكلاب الصيد السلوقية والشيبرد وكلب البوينتر. كلاب البندقية، ومنها مثل كلاب الجاك راس واللابرادور والبيجل، وهي أنواع من الكلاب تم تطوير مهاراتها في العصر الحديث، وأصبحت قادرة على استجلاب الفريسة التي أطلق عليها الصياد النار. وتتميز كلاب البندقية بقدرتها الفائقة على الشم والتعرف على الفريسة أو الشخص من الرائحة. يطلق على كلاب البندقية أيضا لقب كلاب الطيور، لأن الطيور فريستها الأساسية. كما يمكن لهذا النوع من الكلاب صيد بعض الحيوانات الصغيرة مثل الأرانب. يكتشف الكلب عن طريق حاسة الشم القوية مكان الفريسة، ويبدأ في مطاردتها من أجل إتاحة الفرصة للصياد لإطلاق النار عليها وصيدها، ثم يقوم الطلب بإحضار الفريسة مهما كان مكانها بعيدا. كلاب لابرادور. هذا النوع من الكلاب له شعبية كاسحة، يتميز بالحيوية والنشاط والحماس الزائد. يتحمل هذا النوع من الكلاب العيش في درجات الحرارة المنخفضة، وتسبح بمهارة في الماء البارد. جولدن ريتريفر. جولدن ريتريفر أيضا من كلاب البندقية، وهي ممتازة لصيد الطيور والفرائس الصغيرة الأخرى. جولدنز متحمسون ومخلصون وأذكياء، ولديهم قابلية عالية على التدريب. البيجل. البيجل هو من سلالات كلاب الصيد الصغيرة، ذات حاسة شم قوية، تشبه في مظهرها كلاب الثعالب الأكبر حجما. تم تطوير البيجل في المقام الأول لصيد الأرانب، وتمتلك تلك السلالة قدرة فائقة على الشم وغرائز التتبع الماهرة. كلب الثعلب الأمريكي هو كلب ذو غريزة مليئة بالإصرار. تم تدريبه لاصطياد الثعالب، ولكنه أصبح الآن شائعا لدى صيادي الغزلان أيضا. هذه السلالة رياضية للغاية، ومشهورة بسرعتها المذهلة واستعدادها لاصطياد أي حيوان يرغب فيه الصيادون. ذا بوينتر. ذا بوينتر هو سلالة متوسطة الحجم من كلاب التأشير. تم تطويرها في إنجلترا. تكيفت السلالة للتعامل مع الطيور، عندما أصبح استخدام البنادق أثناء رحلات الصيد أكثر شيوعا، حتى أصبحت شائعة للغاية مثل كلاب الطيور منذ ذلك الحين. جيرمان شيبرد. يعرف أيضا بالراعي الألماني. يتميز بشعره القصير وقدرة كبيرة على الصيد مع جمال شكله، وهو من طيور اللعبة،
ومهمتهم تشتيت الطيور لتسهيل عملية الصيد ثم العودة بالفرائس إلى الصياد. انضم إلى قافلة المعرفة والتسلية. اضغط لايك واشترك اليوم لتكون جزءاً من مجتمعنا المميز.